كتير من اولياء الامور بيسالوني هو مؤسسه ماث هاوس بتبدا من انهي جريد؟ عاده الاونلاين بيبقى ناجح جدا جدا من سن جريد 1 وجريد 2 وجريد 3 بس. لازم في جريد 1 لغايه جريد 3 لازم يكون في بيرنت جنب منه عشان يفهموا ايه اللي بيحصل، ويبقى في ريكوردات موجوده، وولي الامر لازم يكون متواجد جنب ابنه. لكن من بعد جريد 3 سي مثلا من اول جريد 4 معاك لغايه جريد 12، فانت الموضوع خلاص بقى سهل جدا. انت مجرد ما عودت ابنك في اول محاضره او الثانيه على فكره الاونلاين الموضوع هيكون سهل جدا. وبالتالي احنا عندنا كل المراحل، ولكن خاصه جريد 1 لغايه جريد 3 دي لازم يكون ولي امر موجود جنب ابنه. ولكن من اول جريد 4 معاك لغايه جريد 12 على كل الانظمه، سواء كان ناشونال سيستم او اي جي سيستم او اي بي سيستم او اي جي بي اي لاي مدرسه، الموضوع هيكون سهل جدا. عشان كده احنا عندنا من الكواليتي من التعليم ان احنا فعلا بنأهل الطالب انه يوصل لاعلى سكور مهما كان مستواه. ليه؟ لان احنا اوريدي بنشتغل مع حد فيري بروفيشنال وناس على اعلى مستوى من المهندسين، وبالتالي بنشتغل بشكل فيري كلاسيفايد على الطالب لوحده. عشان كده انت كولي امر او كبيرنت للطالب انت اوريدي بتبقى محطوط في جروب واتساب، ونبدا نتابعك بشكل كويس جدا، فبتتابع تفاصيل ابنك والسكور بتاعه ازاي بيزيد. لو انت عايز تجرب حصه كومبليتلي فور فري في اي مرحله ما في اي سيستم تعليمي، ممكن دلوقتي تبعت لي على الرقم اللي هيظهر لك دلوقتي، وما تنساش تعمل سكان للكيو ار كود، وان شاء الله مزيدا من التفوق لكل اولادنا وبناتنا. وما تنساش ماث هاوس غيرنا مفاهيم التعليم.